السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نحضر معكم هاد الكيكه ديال جوج طبقات ديال اوريو. كتجي معلكه وبنينه بزاف، ما تشبعوش منها. ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. عندي تما ميلكا، انا اختاريت الشكلاط ديال ميلكا حيت من نوعيه جيده، وانتم تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الشكلاط كيعجبكم. تما عندي نص كاس ديال الحليب، ولكن من بعد انا زدت نص كاس اخر، يعني عندي تما 300 مليلتر. من بعد كندوزو للناطا، انا عندي تما نص ايطرو. من بعد غادي نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها. عندنا اوريو، انا استعملت هاد الكاطو اللي بحالو تقريبا في الشكل، وانتم تقدروا تستعملوا اي كاطو عجبكم. ومن بعد عندنا فاني وخميره الحلويات اولا خميره حمراء. ودابا بسم الله على بركة الله كنبداو بالطريقة ديال التحضير. أول حاجة كنبداو بها سيداتي سادتي هي أوريو. كنهزو أوريو ديالنا كلو وكنفرقو، يعني اللي هو الشكلاط كحل على الشكلاط اللي هو ابيض. والشكلاط الكحل غادي خصنا نتحصلوه في المجموع على 400 غرام. الا كنتو غديروا مول كبير، يعني بحال اللي درت انا. اللي بغيت نقول هو انه على حسب الرغبه ديالكم، واش ديروا مول صغير او لا مول كبير، وعلى حسب حتى الكميه ديال الاوريو اللي عندكم، وحتى على حسب يعني واش بغيتو الطبقه ديال الاوريو اللي غادي طيبوا واش تجي يعني عاليه بزاف ولا هابطه تجي واحد الطبقه اللي هي صغيره. على حسب الرغبه ديالكم، كل واحد وشنو كيبغي. ودابا ملي فرقنا اوريو ديالنا كله، هذاك البيض غادي نخليوه باش نطربوه مع الناطا ديالنا. اوريو كما لاحظتوا معايا انا هرستو غير يعني بالمهراز. نتوما تقدروا تستعملوا اي حاجه اخرى باش يولي لكم بحال هذا الشكل هذا باش تطحنوه. ودابا كنضيفوا عليه الحليب والخميره ديال الحلويات، وغادي نبقاو نضيفوا الحليب ديالنا بشكل تدريجي حتى ينسجم مع اوريو. ودابا كنجيبوا المول ديالنا، ها نتوما باش تشوفوا القياس او الحجم ديال المول اللي درت انا. كنوضعوا فيه اوريو ديالنا او العجينه ديالنا كلها، ومن بعد كنمشيوها على المول كامل بهذه الطريقه باش تجي واحد الطبقه اللي هي متساويه. ومن بعد غادي ندخلوه للفرن يكون سخون من قبل على درجة الحرارة 170 لمدة من 12 حتى ل 15 دقيقة على الفوق والتحت. دابا غادي ندوزو باش نوجدو الناطا ديالنا اولا الطبقة الثانية. كما شفتوا انا درت الناطا، ولكن خليت واحد شويه مقدار ربع كاس بحال هكاك اولا نص كاس صغير، باش من بعد غادي نوضعو مع الشكلاط كما غادي تلاحظوا معايا ان شاء الله. وفي هذه المرحله كنضيفوا على الناطا ديالنا الشكلاط الابيض ديال اوريو. كنضيفوا 2 معالق يكونوا كبار ديال الحليب يكون مجفف اللي كيبقى اختياري طبعا، و3 معالق يكونوا كبار ديال السكر سنيده. صافي انا ديتها للحادقه ديالي باش طرب الناطا مزيان. ودابا تبارك الله على الحدقه ديالنا، شوفوا الشكل ديال الناطا خرجت كتحمق. مهم دابا الكيكه ديالنا منين جبدناها وبردات شويه، اسمحوا لي على داك حفرات الزين اللي درت لها. مهم ماشي مشكل. دابا كنسقيو الكيكه ديالنا. انا سقيتها بالحليب كما كتلاحظوا معايا. غادي نمشيو الحليب على الكيكه كامله، ومن بعد غادي نديروا لها تقيبات باش الكيكه تمتص هذاك الحليب كله كما كتلاحظوا معايا. وغادي نخليوها واحد شويه، واحد 5 دقائق على ما الكيكه تمتص مزيان هذاك الحليب. ومن بعد في هذه المرحله هذه غادي نبداو كنوضعوا الناطا ديالنا اولا الطبقه الثانيه فوق من الكيكه. ومن بعد غادي نحاولوا نمشيوها، يعني غادي نمشيوها باش تعطينا واحد الطبقه اللي تكون متساويه ومتوازنه. و يعني الناطا راكم عارفين خصكم ديروها فاش الكيكه تكون بردات شويه، يعني ما ديروهاش وهي سخونه لان غادي تذوب لكم. دابا غادي نودعو الكيكه ديالنا في الثلاجه باش الناطا والكيكه نيت يشدوا راسهم ويبردوا شويه. وغادي ندوزو للفقره ديال الشكلاط. الشكلاطه اللي ساعه وانا مضاربه معاها حيت ما عرفتش منين كحلوها، واخيرا حليتها. وضعتها في الطبيصل كما كتلاحظوا، وانا نقول هدا 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 ما الطبيصل ما غاديش يقدني، اللهم نخوف بزاف كلشي. دابا كنزيدوا عليها هذيك الناطا اللي شاطت لينا شويه، وغادي نوضعوها في الميكرووندا باش
تذوب. وهاد الطريقة يعني تقدروا تستغناو عليها، ماشي ضروري تزيدوا الناطا على الشكلاط، تقدروا تذوبوا الشكلاط بوحدو. غير هو انا كنستعملو هكا لان الناطا كتزيدو شويه ديال كيرجع بحال خاتر شويه، فهمت؟ نقدروا نقولوا كتزيدوا واحد شويه ديال الكميه الا كانت عندكم كميه قليله. ويعني الناطا راه ما كتاثرش نهائيا على المذاق الاصلي ديال الشكلاط. وكما كتلاحظوا معايا مشاهدينا الكرام، كنوضعوا الشكلاط ديالنا فوق الطبقه الاخيره اولا فوق الناطا. ودابا غادي نبقاو بواحد العويد كنلعبوا بطريقه عشوائيه فوق الكيكه ديالنا حتى كتعطينا هذا الشكل هذا. وصافي سيداتي سادتي، غادي نوضعوها في الثلاجه باش تبرد وحتى تشد راسها مزيان. عاد غادي نخرجوها. وكما لاحظتوا معايا غادي نزينها باوريو نيت باش ما تفقدش هذيك النكهه ديالها الاصليه ديال اوريو. وكما لاحظتوا معايا قبل انا درت هذاك الشوكولاط البيض ديال اوريو مع الناطا. علاش؟ باش الطبقه الثانيه ديال الناطا ما تفقدش هذيك النكهه ديال اوريو ويبقى المذاق الاصلي. وها نتوما فاش شدات راسها راه كتجي رائعه ومعلكه وبنينه ما تشبعوش منها. احسن حاجه بارده تقدروا تجربوها في الصيف، يعني سريعة في التحضير ولذيذة وبنينة ديال تحميرة الوجه. أنا كنصحكم بها البنات. مشاهدينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، بصحتكم وراحتكم، نتمنىكم تكونوا استمتعتوا وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي بوجبه جديده. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالصحه والراحه، بسلام عليكم.